اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل معاكم زلابيه. دلوقتي معايا نص كيلو دقيق نخلته، ويلا تعالى اوريكم الطريقه ازاي. دلوقتي اختي حبيبتي هتعمل معايا دلوقتي معلقه ملح صغيره رشناها اهي ومدعكناها في الدقيق، وكيس خميره فوريه اهي. كيس خميره فوريه ب2 جنيه من الدكان اهي. بسم الله ما شاء الله. في ناس بيقولوا عليها بقلاوه يا حبايبي. ومعانا اهي ميه دافيه. بسم الله. ايدك فيها دايما ما تحشش ايدك، شويه بشويه كده. اهو شوف بسم الله. كل شويه ميه كده، ما تحطوش الميه على طول. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي معايا كوبايه ميه بسكر اهي، معلقتين سكر، كوبايه ميه بسكر اهو. شويه بشويه كده يا حبايبي، ما ندلقش على طول، لا. بسم الله ما شاء الله. بشوفوا. شوفوا يا حبايبي، احنا بنربه زي العيش الغله، عشان واحنا بنربه يبقى حلو يا حبايبي. بنربه بالطريقه دي كده، ونحط ميه ونرب فيه شكل العيش. شفت لما كنتوا انتوا بتعملوا عيش غله زي العيش الغله بالظبط. نفضل نرب فيه لغايه لما عجينته حلوه وماسكه في بعضها وتبقى حلوه. نفضل نرب فيه لغايه لما العجينه تبقى حلوه بتاعتها وتبقى ماسكه في بعضها. نفضل نرب فيه كده اهو. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بتربي ازاي، شوفوا العجينه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. اخلص يا حبايبي واوريكم النتيجه في الاخر. معلش يا حبايبي، قبل ما اسيبها، شوفوا حلوه ازاي، قوامها ازاي اهي. بنسيبها كده ونسيبها نص ساعه تخمر معانا عشان تبقى حلوه معانا وماسكه. شوفوا سايبه ازاي وحلوه ازاي. نفضل نعمل كده نرب فيها لغايه لما تمسك في بعضها، ونسيبها نص ساعه. وما اخلص هوريكم كمان. بعد ما اخلص هوريكم النتيجه، وبعد ما اخلص خالص. دلوقتي اهو يا حبايبي احنا خلصنا اهو، ربنا وخلصنا اهو. هنسيبها نص ساعه واقول لكم القوام بتاعها تاني. هنحط نص كيلو دقيق معاها معلقه صغيره ملح، ومعلقتين سكر في ميه، يعني ميه بسكر، كوبايه ميه بسكر وميه دافيه يا حبايبي. انا حاطه كوبايتين ونص ميه دافيين علشان تخمر معانا بسرعه. ومعايا خميره، وجبت كيس خميره من ديت يا حبايبي وحطيتها. هتخمر بس نص ساعه، ومش كل الدقيق زي بعضه. انا الدقيق اللي انا حطيته محتاج بس كوبايتين ونص ميه، مش كل الدقيق زي بعض. دلوقتي انا خلصت اهو يا حبايبي. ساعه بقى ما تخمر واجي اقلها في الزيت هوريكم. دلوقتي يا حبايبي جبت كوبايه وكيسه بتاعه اللبن، وعكت منها شويه زيت يا حبايبي، علشان العجينه تبقى سهله وهي بتنزل كده. دلوقتي يلا هنجيب بقى نحط في الطاسه. دلوقتي يا حبايبي اهو الزيت غلى اهو. الكيسه اهو هنعمل كده هنلف. الزيت سخن، معلش اتلخبطت اهو. دي زلابيه انا عاملاها قراص. في ناس بتعملها كور، انا حابه اعملها قراص بتبقى احلى من الكور. بسم الله ما شاء الله. زي المشبكه يا حبايبي، بس انا عامله مشبكه صغيره مش كبيره. بسم الله ما شاء الله. احنا طلعنا الطريقه اهي الواحده اهي. شوفوا بسم الله ما شاء الله اهي. دلوقتي انا طلعتها اهي، عملتها كده. في ناس بيعملوها كور، انا عامله البقلاوه كده اللي هي الزلابيه، في ناس بيقولوا عليها بقلاوه. وطحنه سكر اهو يا حبايبي. اقوم جايبه السكر ورش على كده، وبرضك حاطه سكر في العجين. ده الدور الاولاني. هطلع الدور التاني واوريكم كله مع بعض. بعد اخلص خالص اوريكم النتيجه في الاخر. هوريكم الكميه يا حبايبي في الاخر. معلش هوريكم الكميه اللي انا عملتها. الكميه اللي انا عملتها من نص كيلو دقيق. ما شاء الله يا حبايبي اهو انا خلصت اهو. دي بقلاوه اهي اللي هي الزلابيه اهي. بسم الله ما شاء الله. عملتها راس كده شكل المشبك. قلت اتسلى، قلت احنا بالليل عايزين حاجه حلوه مسكره في بقنا. قلت اما اتسلى واعمل ايه، جالي الفكره ان انا اعمل ايه زلابيه واحنا قاعدين بالليل يا حبايبي. قاعده بالليل وعايزه حاجه كده مسكره في بقك، اعملي زلابيه اهي. سهله وبسيطه جدا، وبسم الله ما شاء الله. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات يا حبايبي، وما تنسوش تشتركوا. والسلام عليكم.